معلومة على الماشي هتفيدك في مطبخك يا ست الكل. اما تيجي تشتري كوارع اشتري الفردة اللي قدام مش اللي ورا. اللي قدام بتبقى مليانة لحم، اللي ورا بتبقى معصعصة شوية. الجزار قطعها لك، انقعها شوية في شوية ملح وشوية ليمون. بعد كده حلة على النار تكون فيها مية بتغلي. اغلي الكوارع غلوة واحدة بس، واشيلها من المية دي. حلة تانية يكون فيها مية من الحنفية عشان ما اقفلش المسام بتاعت الكوارع. اول ما انزل بالكوارع الميه هتغلي، هتبتدي تطلع ريم، اشيل الريم ده ارميه. احط 3 4 بصلات حلوين، عندك جزر حطي، عندك كرفس حطي، عندك لورا حبهان وقرنفل، وعندك ملح، وعندك فلفل حصى، عندك جوز الطيب. حط الكلام ده كله وخليها تغلي غلوتين وسيبيها على النار هاديه لغايه اما تبقى زي الملبن. واحسن لك سويها قبلها بيوم عشان الكوارع بتاخد وقت كبير. لو عايزه طرق طواجن كوارع مختلفه غير المسلوقه اللي احنا بنعملها مع الفته في كل بيوت، اكتبي لي كلمه طواجن في التعليقات، بشوف التعليقات وبرد عليها بنفسي. رحله طعم مش مجرد وصفه. تابعني عشان اللي جاي ألذ.